ونشوف طبعا الشخصيات الذكورية في المسرحية، وأولهم سامح عبد الشكور اللي الدكتور عايز يجوزه لبنته نادية، اللي بيقع ويتخض أول ما يشوفها، ومحسن ابن الجيران صديق سوسو اللي بيتعامل معاها كمجرد صديق، وآخرهم وأهمهم حنفي العريس اللي بيجي يوم فرحه متأخر بسبب مواصلات بعد ما خلص شغله. شايفين يعني، خلص شغله ورجع مواصلات وهو عنده فرح عادي وفرحه. أول نقطة معانا النهاردة حابب أستلهمها من لوحة مشهورة اسمها لاس مين الناس. اللوحة دي الأشخاص اللي في الصورة مرسومين بيبصوا لبره كأنهم بيبصوا للشخص اللي بيتفرج عليهم، ولكن هي في الواقع مستمدة صغيرتها من الناس. يعني هو بيسخر من الناس اللي قاعدة تتفرج أساسا، ويخنقوا على بناتهم سواء في المسرح أو في التلفزيون لحد دلوقتي. ومش بس كده، ده في المسرحية اتريقوا على الرجالة كمان،